السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وبناتي وحبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله نعمل مع بعض الكبة السورية بطريقة سهلة جدا جدا، ان شاء الله تعجبكم باذن الله. طريقة سهلة قوي، من نص كيلو برغل ونص كيلو لحمة عملنا ما شاء الله كمية كبيرة جدا. يا رب يكون سهل عليكم ان شاء الله تجربوها. انا بس عاملة كمية اكتر من نص، حاجة بسيطة يعني، مش مكملة كيلو الا ربع. يا رب تبقى سهلة عليكم ان شاء الله تجربوها ونشوف الكمية طلعت معانا قد ايه. بصوا كده ما شاء الله مطلعة معايا كمية قد ايه. يا رب تكون سهل عليكم ان شاء الله. ندخل مع بعض في الخطوات عشان ما اطولش عليكم، نشوف المكونات اللي معانا ايه ونسمي الله حبايبي ونصلي على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف المكونات اللي معانا ايه. انا عندي دول كوبايتين برغل، نقعهم في كوبايتين ميه، كميه البرغل قد كميه الميه. نقعتهم حوالي 10 دقايق كده معايا بالشكل ده. بصوا لسه فيها شويه سوائل، سيبها بس تتشرب معايا لما نجهز المكونات بتاعتنا. عندي دي حوالي ربع كيلو لحمه مفرومه، يعني هي عندي ربع كيلو شويه الصراحه، المتوفر عندك. عندي دي بصلايه متوسطه، ما نكترش البصل يا جماعه عشان بيغمق الكبه بتاعتي. عندي بابريكا مدخنة، معلقة بابريكا مدخنة، معلقة بصل بودر، توم بودر، معلقة ملح، معلقة فلفل اسود، نص معلقة كيري. التوابل اللي انت حباها ضيفيها، بس هي التوابل دي بتديها طعم حلو جدا. هخلي البرغل بتاعي يتشرب كويس جدا ونبتدي بقى نضربهم مع بعض في الكبة. عايزه بس اقول لكم على حاجه، البرغل بتاعي انا نقعه في ميه عاديه جدا من الحنفيه. لو انت ما عندكيش كبه ممكن نتصرف ازاي. هننقع البرغل بتاعي في ميه سخنه، وهنضيف عليه اللحمه طبعا كده كده مفرومه، هنضيف عليه اللحمه ونعجنها كويس جدا جدا. وننعم بقى البصله بتاعتي خالص ونعجنها كلها بالايد، هي بس بتاخد مجهود شويه بالايد لانه على ما بتندمج المكونات مع بعضها. الطريقه سهله جدا، يا رب تكون سهله عليكم ان شاء الله تجربوها. نرجع نكمل مع بعض نشوف هنعمل ايه. كده ضربت البرغل بتاعي في الكبه، نبتدي نضيف عليه البصل كده بالشكل ده، نضربهم مع بعض وبعد كده نضيف عليه اللحمه ونضربهم ونرجع نشوف شكله. وكده خلاص ضربت المكونات بتاعتي كلها في الكبه كده بالشكل ده. هبتدي بقى اضيف التوابل عليها كده، اقلبها كلها مع بعضها كويس جدا. وكده خلاص تبلنا العجينه بتاعتنا كده بالشكل ده. نضيف عليها كيس بلاستيك كده، لازم الكيس يكون ملاصق للعجينه بتاعتي كده عشان ما تنشفش معايا. بس هسيبها نجهز العصاق بتاعنا ونرجع نشوف شكلها. انا عامله النهارده العصاق جاهز، كان عندي في الفريزر، طلعته فكيته، هوريكم شكله برضه هنعمله ازاي. وده كده العصاق بتاعي عاملاه كده بالشكل ده. انا هصفي بس الدهون اللي فيه عشان ما يفكش معايا في القليه. بس ممكن اضيف عليه معلقتين صويا صوص وممكن ما نضيفش زي ما احنا عايزين. دبس رمان قصدي. هنحط عليه بقى سوداني، مكسرات، اي حاجه انتوا حابينها ضيفوها. عايزه تحطي عليه حبايه رمان تفرطيها تحطيها عليه برضه، بتبقى حلوه جدا. طريقه سهله جدا، يا رب تعجبكم ان شاء الله. انا هصفيه وارجع احط عليه دبس الرمان ونرجع نشوف شكله. وكده خلاص انا صفيت العصاق بتاعي كده بالشكل ده. هضيف عندي حوالي معلقتين كبار كده دبس رمان. على فكره الخطوه دي ممكن تستغني عنها، مش اجباري يعني. واضيف عليها عندي شويه جبن كده موتزاريلا على تركي كده، يعني حبه صغيرين خالص كده، حوالي معلقتين كبار كده. بس اقلب بقى كل ده على بعضه. خطوه الجبنه دي بتخلي عندي العصاج يتماسك شويه وبيخلي طعمها حلو برده، مفيش اي مشكله. طبعا كلنا عارفين العصاج بيتعمل ازاي. ان شاء الله هسيب لكم المكونات كلها في صندوق الوصف باذن الله. نبتدي بقى نحضر العجينه بتاعتها ونشوف هنعملها ازاي. نبتدي نشكل الكبه بتاعتنا كده بالشكل ده. شايفين كده شكلها. انا بعد هنا عندي طبق فيه زيت، معلقه زيت صغيره كده او مسحه بالفرشه بس. هبتدي اشكلها كده بالطريقه دي. ودايما واحنا شغالين لازم نعمل كده، ناخد الكميه اللي احنا عايزينها ونغطي كده معايا العجينه بتاعتي عشان ما تنشفش معايا. امسكها اكورها كده بالشكل ده، ابتدي اعملها كده. لو انت حاسه انها بتلزق في ايدك ولا حاجه اديلي صبعك ميه كده وابتدي اعمليها كده بالطريقه دي كده. نحشيها كده بالشكل ده. مهم. نبتدي نشكلها كده. لو انت حاسه انها مش متساويه معاكي او ناشفه او حاجه اديلي صبعك ميه بس كده وسويها بالطريقه دي. نعمل كمان واحده مع بعض كده بالطريقه دي. نبتدي ندخل الصبع جوه كده، نبتدي نلف عليها كده على الصبع. زي ما قلت لكم لو انت حاسه انها ناشفه شويه معاكي او حاجه تبلي صبعك بس ميه عشان تعرفي تشكلي كده بالطريقه دي. هنضيف بقى اللحمه بتاعتنا كده العصاج بتاعنا كده ونقفلها من هنا كويس جدا كده. سهله جدا. بس اكمل باقي المكونات بتاعتي عشان ما اطولش عليكم ونرجع نشوف شكلها. انا بليت برضو ايدي، بليت ميه خفيفه كده وسويتها كده بالشكل ده. وكده حبايبي نبتدي نقلي الكبه بتاعتنا. بص كده بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم الزيت يبقى سخن يا جماعه، ما ينفعش تحطي الزيت بارد. ما نملاش الطاسه بتاعتنا قوي عشان ما تبقاش لازقه في بعضها كده، ونعرف نتحكم فيها ان احنا نقلبها. طبعا معامله الكفته اللي هي النيه لسه غير المتجمده خالص معايا.
دي هنعملها كده بالطريقه دي. هنشيل الكفته التانية نعبيها في اطباق ونشيلها في الفريزر، وأما نطلعها واحنا بنبتدي نحطها بنبتدي نحط واحده ونستنى ثواني ونرجع نحط التانية عشان تاخد درجه سخونيه الزيت. وكده يا حبايبي هنبتدي نعمل بقى اللي هو الاكل الصحي معانا كده بالشكل ده. انا عندي معلقه زيت زيتون كده في نفس الطاسه اللي كان فيها اللحمه، يدوب بس ادفيها كده وابتدي اضيف الكفته بتاعتي كده بالشكل ده. بس ناخد بالنا عشان ايدينا والزيت. ههدي بقى النار، هسيبها بس تعمل صدمه وبعدين ههدي النار عليها. كده حبايبي شايفين الكفته بتاعتي بدات تحمر معايا خالص ازاي؟ شايفين شكلها كده؟ هنطلعها بقى على مناديل المطبخ ونرجع نشوف شكلها. ودي كده حبايبي الكميه اللي طلعت معايا كلها دي اللي هنفرزها في الفريزر كده بالشكل ده. ودي اللي احنا حمرناها بزيت الزيتون. طبعا مش بتطلع شكلها مهندمه قوي زي التانية، طبعا بتفرق شويه في الشكل طبعا عشان كميه زيت الزيتون قليله. والحته اللي في النص دي فضل معايا حته عجينه عملتها بالبسطرمه والجبن، مش هنرميها طبعا. ودي اللي احنا قليناها مع بعض في الزيت العادي. شكلها حلو جدا وما شاء الله مطلعه معايا كميه كبيره قوي. يا رب تكون سهله عليكم ان شاء الله وجربوها. ما تنسونيش لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الاشعارات ان شاء الله. السلام عليكم. شايفين كده حبايبي من جوه شكلها عامل ازاي؟ شكلها تحفه بجد ومستويه جدا وطعمها حلو جدا. يا رب تعجبكم ان شاء الله.